الوقت للضيف هو فريق الرجاء الذي ودع التونسي لسعد جرده الشابي الذي لم يشفع له الاربع نقاط اللي حصدها في مباراتين من فوز خارج الميدان امام الفتح الرياضي وتعادل بالميدان في لقاء الكلاسيكو امام الجيش الملكي ليتم الانفصال عن الاطار التونسي واستقدام الجنوب افريقي. فضلوا دافيز حميد الفريق مروان المزاوري محتل الكره كمرار وتدخل حارس المهدي الحرار امامنا حارس مهدي الحرار في اغلى المنافسات المحليه منافسات كاس العالم. فرصه محاوله داخل منطقه الجزاء كان البحث على الشيخ لكن تغطيه حاضره من طرف اللاعبين والمدافعين ديال فريق الدفاع. كان هناك تدخل حكم خلى امتياز من الكره في فريق الرجاء تمرر ادم النفاتي الى بسبب اكيد المغرب لديات فريق الرجاء عند ادم النفاتي ممتازه عند اسماعيل خافي داخل منطقه الجزاء تدخل لاحظوا الكره بالغرق كل المنافذ ادم النفاتي انطلاق على مستوى الجهه اليسرى يوسف العمري كمرر ولكن تغطيه حاضره. حاول تمريره من خالد بابا المسانده مروان المزاوري يرفع الكره في القائمه الثانيه فرصه الدفاع الحسني الجديدي وتدخل الحارس مهدي الحرار. فرصه محاوله لفائده فريق الدفاع الحسني الجديدي كانت الراسيه ديال ابراهيم الادريسي البوزيدي بعد تمريره الدفاع الحسني الجديدي. التعادل الاول امام النادي بكرياتيف 0 لمثله وتعادل الثاني صابر بوغرين ادم النفاتي. فرصه محاوله لفائده فريق الرجاء بواسطه اللاعب بلال ولد الشيخ. فريق الرجاء صابر بوغرين كما في الجهه اليسرى عند اللاعب بلال ولد الشيخ يمر فرصه والهدف الاول لفائده فريق الرجاء بواسطه اللاعب بلال ولد الشيخ. كنقول بانه اكيد تسديده كانت مباغته ديال بلال ولد الشيخ اللي غلطت الحارس بابكر نياسي وفرحه كبيره للاعبين وكذلك الجماهير ديال فريق الرجاء الحاضره في هذه المباراه. اذا 15 دقيقه كانت كافيه للرجاء من اجل الوصول لمرمى الحارس بابكر نياسي بواسطه اللاعب بلال ولد الشيخ. نتابعوا من جديد ادم النفاتي خذا الكره مرر على صابر بوغرين اللي كيمرر في الجهه الرجاء هذا الموسم. اذا هدف يعني صحيح لفريق الرجاء 1-0 المباراه وهذه الجوله الاولى. غادي ننتظروا رده الفعل ديال فريق الدفاع الحسني الجديد داخل منطقه الجزاء. هناك تغطيه في الوقت اللي كان اللي كيمتاز امكانيات التقنيه. فرصه تسديده مرت جانبا فرصه ومحاوله لفائده فريق الرجاء بواسطه اللاعب بلال ولد الشيخ مره اخرى يظهر في الصوره بلال ولد الشيخ ما كانش في وضعيه تسلل. صابر بوغرين حاول انه يراوغ تدخل هناك خطا بالفعل الحكم كان خطا لفائده فريق الدفاع الحسني الجديد ديال ايوب خافي. انطلاقه ديال ايوب خافي امام ثلاثه ديال اللاعبين غادي ينتظر المسانده العوده ديال هلال الفردوسي تمكن من استرجاع الكره دون ارتكاب لفائده فريق الدفاع الحسني الجديد. فرصه تسديده من طرف اللاعب السنغالي روميال داكوستا ولبلال ولد الشيخ كيلعب كره ليوسف بالعمري غادي يرفع الكره داخل منطقه فرصه واسماعيل خافي يضيع فرصه ومحاوله كانت سانحه للتسجيل لفائده فريق الرجاء. تمريره ممتازه من يوسف بالعمري ولكن اسماعيل خافي لم يتمكن. جديدي تمريره من ايوب خافي على المستوى الجانبي خروج الحارس يتمكن من معانقه اللقب. تاخذ الفرصه للمحاوله يوسف بالعمري الدخول داخل منطقه الجزاء. فرصه تدخل مروان هدودي من الانديه فوزوا بدوري ابطال العرب. محمد بولكسوت انطلاقه ديال محمد بولكسوت حكم المساعد رفع الرايه هناك خطا لفائده فريق الرجاء ولمحمد بولكسوت. الوصله دي فرصه عبد الله خفيفي كيسدد تدخل الدفاع وابعاد كره تدخل مروان هدودي اللي بعد الكره في الوقت الجديد. الموسم الماضي كانوا عنده هدافين صالح الفرق والانديه. تدخل لعبد الله خفيفي الكره ما خرجت الى الفردوسي بدر بن الحشر لفائده فريق الرجاء بالفعل الكره داخل منطقه الجزاء تدخل كره خارج ارضيه الملعب ما كاين اي شيء. كان سقوط اسماعيل خافي. كل توفيق للمنتخب المغربي. هذه فرصه محاوله داخل منطقه الجزاء محمد بولكسوت البوزيدي ترفع الكره من مروان المزاوري في القائمه الثانيه. هذه فرصه محاوله تسديده تدخل الدفاع اللي كيبعد الله خفيفي استرجع الكره بشكل جيد. تمريره داخل منطقه الجزاء وجزاء ادم النفاتي رفع الكره في القائمه الثاني. فرصه لبدايه فريق الرجاء ادم النفاتي كيلعب الكره دائريه راسيه فرصه تدخل وابعاد الكره من طرف الحارس بابكر نياسيد من جديد تسديده وتدخل الحارس الموريتاني. كانت فرصه ومحاوله لفائده فريق الرجاء. تابعوا من جديد ادم النفاتي كانت الراسيه ديال المدير كان اكثر امتلاك ديال الكره. مشات الكره في الجهه اليمنى الدخول داخل منطقه الجزاء تسديد الجهه اليسرى تمريره في اتجاه اللاعب روميال
داكوستا وممتازه داكوستا اللي حاول يرفع الكره على الحارس المهدي الحرار، لكن الكره ديالو مشات جانبا. فرصه ومحاوله من طرف المدافع يوسف بالعمري. هذه فرصه محاوله ضربت مقاس، لكن الكره سهله، ضربت مقاس للاعب عبد الله الزياني، لكن تغطيه حاضره من طرف اللاعب والمدافع حمزه المالكي. منطقه الجزاء، الكره بالراس، دائما خطوره متواصله. ادم النفاتي تمرير فرصه والهدف، الهدف الثاني لفائده فريق الرجاء. اسماعيل خافي ينجح هذه المره في الوصول للشباك وتسجيل هدف ثاني لفائده فريق الرجاء. فرحه كبيره للجماهير الحاضره. اذا اسماعيل خافي بعد تمريره ممتازه من ادم النفاتي كيتمكن من الوصول للمرمى والوصول للشباك. سنتابع مره اخرى هذه الفرصه وهذه المحاوله. هنا التمريره كانت اتجاه لاعب عبد الله خافي، تدخل بالراس، ادم النفاتي خدا الكره يمرر، والمهاجم اسماعيل الخافي في المكان المناسب يضع الكره الغاء الهدف. اذا هناك وضعيه تسلل. الحكم كيعلن عن الفتح الرياضي والرجاء في الرتبه الخامسه. كره لعبت كره ارضيه داخل منطقه الجزاء، تدخل وابعاد الكره طرف لاعبين الفريق الدفاع الحسني الجديد، هناك انطلاق على مستوى الجهه اليمنى من طرف لاعب ايوب خافي. الحكم كان الخطا وهناك بطاقه وانذار للعميد بدر بانون. العميد بدر بانون كيتلقى الانذار. تدخل امام ابراهيم الادريس جرين لادم النفاتي كيلعب كره في الجهه اليسرى ليوسف بالعمري كمرر الرجاء. هنا تمريرات ديال ادم النفاتي. بالفعل بولكسوت كان في وضعيه تناقص. تدخل امام عبد الله الزياني وخطا لفائده فريق الدفاع الحسني الجديدي. تدخل امام عبد الله الزياني. نتابع هذه المحاوله. لعبت كره دائريه، فرصه راسيه، فرصه دائما لفائده فريق الدفاع الحسني الجديدي اللي كان قريب من تسجيل الهدف. تدخل وابعاد الكره، ابرز فرصه راسيه اعتقد ديال اللاعب عبد الله الزياني. هذه فرصه ادم النفاتي يسدد وتدخل ممتاز ياسين كيبعد الكره. تمريره في اتجاه اللاعب محمد مكعازي، صابر بوغري. فرصه والمحاوله ديال ادم النفاتي الذي يسدد وردة فعل ممتازه من طرف ادم النفاتي انطلاقه، طلب الكره اللاعب اسماعيل خافي، فرصه والهدف الثاني لفائده فريق الرجاء بطريقه ممتازه. اسماعيل خافي بعد ما سجل الهدف وتم الغاؤه، هذا المره يتمكن من الوصول لمرمى الحارس بابكر نياسي، واعتقد بنفس الطريقه تمريره من ادم النفاتي، والمهاجم اسماعيل الخافي يخرج ويضع الكره في الشباك بطريقه ممتازه. نتابعوا مجددا العيد، تمريره داخل منطقه الجزاء. هذه فرصه، تدخل الحارس مهدي الحرار تمكن بالعمري دخل داخل منطقه الجزاء كيمرر. فرصه اخيره، محمد مكعازي يمرر والمزوريه